صباح الخير. النهاردة هنعمل مع بعض طبقات الكيك الصحية تنفع للدايت من غير اي نوع سكر ب4 حبات موز. بجد من احلى الكيكات اللي ممكن تجربوها، شبه البان كيك على معجنات، طعمها تحفة. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة هنحتاج 4 موزات صغيرة هنقطعهم بالشكل ده. اهم حاجة يكون الموز مستوي شوية عشان يدي تسكيرة. هنضيف عليهم 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة، ونزود عليهم طبعا معلقة صغيرة من الفانيليا. هنضرب بعد كده المكونات كويس في الخلاط او بالهاند بلندر المتوفر عندنا. هيوصل معانا القوام بالشكل ده شبه العصير. بعد كده هزود عليهم كوباية من اللبن الدافي، وكوباية ونص من دقيق الشوفان او دقيق القمح الحبة الكاملة او دقيق الشعير، الدقيق المتوفر عندنا يمشي في اي حاجة. بعد كده كيس خميرة فورية، ونخلطهم مع بعض كويس جدا. اهم حاجة نقلب كويس وما يكونش فيه اي تكتلات. ده القوام النهائي بتاعنا، بيكون يعني شبه الكيك شوية. هنسيبها بقى تخمر لمدة 20 دقيقة. بعد 20 دقيقة هنفضل نقلب فيها كده شوية عشان نطلع الهواء بتاع الخميرة. بعد كده في طاسة تكون سخنة مدهونة كويس، هنضيف الخليط بمقدار متساوي ونسيبه على نار متوسطة لمدة دقيقتين. اهم حاجة تكون الطاسة ما بتلزقش. اول ما يبتدي يعمل فراغات بالشكل ده هنقلبه على الناحية التانية ونسيبه لمدة دقيقة. الكمية ممكن تعمل معاكم حوالي 6 ل7، يعني على حسب حجم الطاسة. ممكن كمان تستخدموا طاسة كبيرة، ممكن تعمل 3 أو 4. كده شكل الفطاير اللي أنا عملتها، الكمية عملت معايا 6 كبار. ممكن ناكلهم كده من غير أي إضافات. ممكن نبدأ إن احنا نزينهم بالشكل ده. حطيت ما بين كل طبقة وطبقة زبدة فول سوداني، ممكن تضيفوا اللي انتوا عايزينه، عسل أو شوكولاتة اللي انتوا عايزينه. واخر طبقة ضفت عليهم شوكولاتة دارك. انا سيحت شوكولاتة دارك قطعتين او 3، ونبدأ ان احنا نوزعهم كده بالشكل ده. بعد كده زينت الاطراف بشوية من المكسرات. الحاجات دي كلها اختيارية، اللي انتوا عايزينه ممكن تعملوها او ما تعملوهاش. وبس كده تكون الكيكة عندي جاهزة. طبعا يعني القطعة منها بتشبع جدا جدا، طعمها فعلا في منتهى الجمال. زبدة الفول السوداني والشوكولاتة والموز بجد مدين طعم حلو قوي مع بعض. قسمت الكيك على 10 قطع، كل قطعة فيها 100 سعر حراري من غير اي اضافات. بالاضافات او على حسب الاضافات اللي انتوا هتستخدموها زودوا السعرات. طبعا الوصفة دي قيمة غذائية عالية، لازم تجربوها. تنفع كمان للاطفال ومغذية جدا. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، وتابعوني على صفحتي في الفيسبوك حبيبة أسامة. وأشوفكم على خير، مع السلامة.